مساء الخير. نواصل تغطيتنا ومتابعتنا للهجوم التي قامت به قوات السلطة في دمشق، الحكومة المؤقتة، على حي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، وما ترافق مع ذلك من انتهاكات وما جازر بحق المدنيين، وطبعا التحشيدات التي تقوم بها الآن على جبهة دير حافر، والتهديد بالهجوم على مواقع قوى سوريا الديمقراطية. معي للتغطية زميلي الباحث والكاتب شورش درويش. تحياتي زميل شورش. تحياتي دكتور. تحياتي ومساء الخير. مساء النور. يعني بدنا نشوف الحدث في بعده الأعمق، الأسباب والتداعيات والمآلات، ما الذي دفع سلطة دمشق إلى يعني هذا النوع من التحول الكبير. وقبل كم أيام كان في مباحثات وحديث عن فرق عسكرية وألوية، الآن خطاب واضح في التحريض وفي الرفض البنيوي، وترافق معه أو قبله يعني هجوم على الميدان طال الحيين، وحدث بالشكل الذي حدث فيه. يعني تفضل. يعني تحياتي لمتابعي المركز. بصراحة ما جرى في حلب هو التوصيف البسيط له مفردة واحدة: غدر. ما حدث كان غدر بالمواثيق، بالتعهد أنه توقف الاشتباكات بين الكرد وقوات سوريا الديمقراطية، بين الإدارة الذاتية، الأمن الداخلي، سميهم ما شئت، وبين هذه السلطة. اللي حدث أنه كان في اشتباكات دائما في إطار حلب، في محيط الشيخ مقصود والأشرفية. استبسلت القوات في الدفاع عن تلك المنطقة، لكن الحملة الأخيرة تم الإعداد لها يعني منذ فترة طويلة. إذا ركبنا الأحداث مرة أخرى منشان نحكي عملية التركيب الحدث، أنا برأيي هي أهم من المجريات. كيف وصلنا إلى نقطة الحرب، إلى 6 يناير، إلى يوم الاشتباك، إلى يوم المعركة؟ أنا بتقديري كل هذا مبني على ما جرى التخطيط له في 4 يناير، في حين كانت تفاوض السلطة وفد قوات سوريا الديمقراطية وبحضور وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ومدير المخابرات العامة حسين سلامة. جرى الاتفاق على تنفيذ البند الخاص بالشق العسكري فيما خص اندماج قوات سوريا الديمقراطية بواقع 3 فرق. اللي حصل أنه فجأة وعلى حين غرة يتم إنهاء الاجتماع بأمر ربما خارجي، ربما باتصال من دولة إقليمية. جرى الانتهاء من الاجتماع والذهاب إلى أنه حنوقع ب9 يناير، اللي كان أيضا يوم معركة. بعد 4 الشهر رحنا إلى حرب مباشرة بذرائع، يعني لا يمكن وصفها أنها تنفع أنه تكون ذرائع حق. وهذا بيأكد أنه ما جرى الاتفاق عليه في باريس بإعادة ضبط سوريا مناطق نفوذ. هناك منطقة نفوذ تركية وموافقة عليها سلطة دمشق. في البداية ربما تمنعت، لكن واقع الفصائل الموجودة في حلب يؤكد بأن لها اليد العليا في تلك المناطق. واقع التشكيلات العسكرية التي شاركت في المعركة يؤكد ذلك. اليوم سوريون من أجل الحقيقة والعدالة كتبت بالحرف: وثقت مشاركة عناصر أجنبية بين قوسين مهاجرين في العمليات العسكرية بحلب، وأكدت تبعيتها لوزارة الدفاع. والحكي هون عن الأويغور. كان الأويغور يساهمون في قتل السوريين. 2، وثقت أيضا سوريون من أجل الحقيقة والعدالة مشاركة قوات عشائرية من ريف حما الشمالي. هذا يعني أنه كانت مزيج من تصرف يشبه الأعمال الداعشية في سوريا، إضافة إلى فكرة الفزعات التي انطلقت في مواجهة الساحل ومواجهة الدروز في السويدة. إذن الحدث مركب، جرى بموجب تخطيط إقليمي وبأدوات سورية، وأدى إلى سفك الدماء. لكن المجريات تؤكد بأنه يجب أن يكون هناك لجان تحقيق، يجب الوقوف على هذه الانتهاكات، أن لا تذهب دماء الضحايا السوداء، وبالتالي تجري مراجعة شاملة لكل ما جرى، وكيف تحاول السلطة بجبن التخلص من اتفاقية 10 آذار دون أن تقول ذلك على الملأ. على هذه السلطة أن تتحلى بالشجاعة وتقول نحن أفشلنا اتفاقية 10 آذار. نعم، يعني هناك الآن صنع خطاب
يعني إعلامي وخطاب حقوقي وخطاب سياسي. الخطاب الحقوقي هو أن نتمكن من جمع كل الأدلة والقرائن التي تثبت الجرائم والمجازر التي حصلت عن سبق إصرار وترصد، وعن تورط عناصر أجنبية جهادية، منها ما يعني اتضحت هويته وجنسيته، يعني المصري الذي حتى والده ظهر على وسائل الإعلام وتبرأ منه بشكل علني. هذه حقيقة ثابتة ومثبتة. فأعتقد أن السيدة إلهام أحمد أيضا في عدة مؤتمرات صحفية يعني جمعت العديد من القرائن والصور والإثباتات حول الجرائم التي حصلت. ومن المهم كما أنت قلت يعني أن يتم إرفاد جميع مؤسسات ومنظمات وجمعيات حقوق الإنسان بمثل هذه القرائن، لكي لا تنجو السلطة مرة أخرى من تبعات هذه الجريمة النكراء التي يعني أعيد وأكرر وأقول حدثت عن سبق إصرار وترصد. يعني الملفات الثلاثة: الحقوقية، السياسية، والإعلامية، أريدك يعني أن تعرج عليها بشيء من يعني التفصيل، ويعني ببعض من الوقت. يعني الخطاب الإعلامي كان محرض جدا ضد الكرد، ضد المتواجدين في الحي، توصيفهم بكأنهم يعني يعني قوة عسكرية كبرى متواجدة في هذا الحي، وليس حامية عسكرية، حامية شرطية موجودة متواضعة العدد متواضعة العتاد. قوات سوريا الديمقراطية سحبت وحدات حماية الشعب من تلك الأحياء بعد اتفاق الأول من يناير، وبالتالي بقيت قوة شرطية تحلت بالشجاعة صحيح، ودافعت حتى الرمق الأخير، ويعني تكبدت خسائر في الأرواح، وكل ذلك لأجل أن لا تقول بأننا سلمنا الحي طواعية أو مرغمين. وفي النهاية ذهب الإعلام بكثافة لشن حملة توجيه ضد الكرد. ساعد الإعلام العربي إلى درجة كبيرة في هذا الاتجاه. الإعلام الرسمي والذباب الإلكتروني الشهير في سوريا أيضا قام بدوره، قام ببث أغاني حماسية ضد قسد وضد الكرد، شعارات ذات منحى طائفي وديني، بث للتكبيرات، رواية واحدة مبتورة. أول مرة نشهد معركة في غزة كانت الكاميرات موجودة على الضفتين، مئات الصحفيين في داخل غزة ومئات في الجهة المقابلة. في حالة الحرب على الشيخ مقصود كان هناك المئات من الصحفيين الذين يفتقرون إلى المهنية والأسس أسس العمل الصحفي كانوا في المقلب الآخر. بعضهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كان يبدي فرحته، يتبنى خطاب السلطة بالقول بأن هناك عناصر من حزب العمال الكردستاني وفلول للنظام. وعنا الذين خرجوا لم نلاحظ وجود بين الشهداء أو بين الآخرين أي أحد من حزب العمال الكردستاني ولا من فلول النظام. إذا كانت رواية كاذبة من الألف إلى الياء، الغاية منها هو دفع قوات سوريا الديمقراطية للتفاوض، إحداث انهيارات في قوات سوريا الديمقراطية، وهذا ما لم يحدث. لم تشهد قوات سوريا الديمقراطية أي اهتزاز، ولو أنه قواعد الاشتباك تحتم بأن لا تبادر قوات سوريا الديمقراطية إلى الاشتباك مع قوات أحمد الشرع. لكن الذي امتلك الغطاء التركي هو الذي بدأ هذه الحرب، واتجه باتجاه تأمين نفسه سياسيا من خلال خطاب بأن العملية موضوعية، ستكون ملتزمة فقط بحلب والشيخ مقصود. إلا أن هذه كذبة أيضا انكشفت لما راحت القوات إلى مناطق شرق الفرات باتجاه مناطق تمركز قوات سوريا الديمقراطية في غرب الفرات، في مناطق دير حافر وسواها. والآن هناك نذير حرب جديدة على قوات سوريا الديمقراطية. هذه الحرب لن تكون يعني رحلة. الآن هي في مواجهة قسد بالاسم الرسمي، قسد، وليس قوات أمن داخلي متواضعة العتاد والإمكانيات. صحيح كانت تتمتع بإرادة القتال والكثير من البسالة والشرف، لكن مع قوات سوريا الديمقراطية سيكون الوضع مختلف تماما، إضافة إلى أن الجو الدولي سيسأم من هذه السلطة التي عاهدت من شان يشيلوا اسم الرئيس المؤقت ووزير الداخلية المؤقت من قوائم الإرهاب. فرضوا قرار مجلس الأمن 2799، فرض بأنه يعني تتم حماية الأقليات والقوميات. اللي حدث أنه تم إبادة حياة كاملة في الشيخ مقصود، إبادة حياة كاملة. بعد ذلك يخرج الإعلام أيضا ويرينا فرحة الناس بعودتهم إلى بيوتهم المهدمة بعد أن خسروا أحبائهم. هذا الحدث بيذكرنا بالأسدية، عندما أهل الغوطة عادوا إلى الغوطة إلى بيوتهم المدمرة
وكانوا يطالبونهم بوصف فرحتهم. إعلام بشار الأسد كان يطلب من الناس وصف الفرحة. يعني هذا نوع من تكرار الأسدية، لكن هالمرة بنغمة تكفيرية تطالب بمحق جميع المختلفين. وهذا الأمر أنا بتقديري يعني سيؤدي إلى مفاقمة مشاكل هذه السلطة التي تفتقر إلى الإحساس السياسي لمعالجة المشكلات. صفر سياسي، كثير مشكلات. هذا هو شعار هذه السلطة. لأجل ذلك تذهب الآن باتجاه مغامرة جديدة باتجاه غرب الفرات، مشفوعة بقدرات عسكرية واستخباراتية تركية. اليوم قوات سوريا الديمقراطية تتحدث عن مسيرة أكينجي مذخرة تستطلع الأجواء في تلك المناطق وتقصف. وبالتالي هناك نوع من تنسيق العمل العسكري في مواجهة قوات سوريا الديمقراطية، وهذا الأمر سيكون له مخاطر كردستانية ربما نعرج عليها، ربما يؤدي إلى تهتك في نسيج العلاقة الكردية التركية مرة أخرى بعد أقل من سنة من شهر عسل ووئام سياسي كردي تركي وإمكانية الحديث في فضاء سياسي وليس عسكري. باعتقادي هذه اللعبة لن توافق عليها الولايات المتحدة. نبض الولايات المتحدة هم السينات، يعني أعضاء الكونغرس، خاصة لجنة العلاقات الخارجية. اليوم السيناتور جين شاهين أبدت رفضها للانتهاكات التي حدثت وطالبت بالتحقيق والكف عن إيذاء الأقليات والكرد. أيضا تحدث لينسي جراهام والسيناتور ريش والكثير من السيناتورات التي يعني أجرت قنوات كردية لقاءات معهم في واشنطن. وبالتالي هذا المزاج الأمريكي قد يتغير. لا ننسى أن واحد من شروط إلغاء عقوبات قيصر، وليس تعطيلها 6 أشهر مثل ما هو الآن، إلغائها نهائيا، مرتبط بفكرة تنفيذ اتفاقية 10 آذار مارس. العودة إلى المفاوضات هو أكثر ما يحرج هذه السلطة. الحديث عن 10 آذار هو أكثر ما يؤلمها. يبدو أن السلطة نادمة ندما كبيرا على توقيع هذه الاتفاقية التي تحرجها داخليا مع قوات سوريا الديمقراطية، تحرجها في المنطقة، وتحرجها أمام الرأي العام العالمي أيضا، ولا سيما واشنطن. نعم. ظهر أحمد الشرع في لقاء مبتور، يعني ربما كان أجزاء من اللقاء الذي كان مزمع أن يظهر على شاشة قناة الشمس طبعا مجتزأ ومبتور. تحدث في اللقاء بلغة جديدة، لغة عدوانية مستفزة ضد الكرد، يعني تكرار لسرديات البعث العراقي، حتى آه، تشم من هذه اللغة رائحة إبادوية، إنكار صهر قومي، لا اعتراف بأي هوية أو أي وجود أو أي مناطق جغرافية. وطبعا رأينا الكدمات على وجه لا أعرف ما السبب، يعني هي لأي حادثة نابعة، سيما ونحن رأينا الكثير من الحديث والسيناريوهات عن ما حصل في القصر الجمهوري وغاب هو عدة أيام أيضا. أي تحول تقرأه في هذه التصريحات؟ يعني عودة عن كل ما تم الاتفاق عليه في 10 آذار، نفي هذه الاتفاقية، حديث عن حزب العمال الكردستاني، حديث عن وجود أجنحة داخل قوى سوريا الديمقراطية، كأنه لم يكن يعرف من هو مظلوم عبدي ومن هي قوى سوريا الديمقراطية وتاريخها السوري في تحرير الأرض من داعش وفي حفاظها على السلم الأهلي عندما وقع هذه الاتفاقية ويعني تمسك ببنودها الثمانية. الآن هو يعني يتحول ويعود عن كل البنود الثمانية ويلجأ إلى سرديات أخرى خارج إطار هذه الاتفاقية، يعني اتهامات لا أساس ولا طائل لها، ربط القضية بقضايا إقليمية أخرى للتهرب من ما التزم به يعني. يعني هذه الاتهامات التي وجهها هذه المرة تؤكد بأن الإعلاميين التابعين لهذه السلطة الذي كنا نخرج معهم أنا وأنت والكثير من الزملاء على التلفزيون ويتحدثون عن انشقاقات وخلافات ورؤوس داخل قوات سوريا الديمقراطية وقنديل وحزب العمال الكردستاني، يبدو أن هذا الخطاب كان خطاب الرئاسة السورية في الأصل، وضعوه في أفواه الإعلاميين التابعين لهذه السلطة وبدأوا بالترويج لهذه الأسطوانة. يبدو أن الموضوع كان أعمق، ويؤكد ما قلناه أن هناك ذباب إلكتروني وهناك أيضا ذباب إعلامي يمشي بتوجيهات قصر الشعب. هذا بدأ واضحا جدا. اثنين، أنت ما خصك يعني كرئيس جمهورية بالجماعة التي تفاوضها، أنت ملتزم بتوقيعك.
ولست ملتزم بتقسيم قوات سوريا الديمقراطية إلى بعض الرؤوس الحامية وبعض الرؤوس الجيدة وإلى ما هنالك. هذا نوع من بذر الشقاق، محاولة تعيسة لبذر الشقاق داخل قوات سوريا الديمقراطية، التي وبشهادة الولايات المتحدة تمتعت بمركزية إدارية داخل قواتها. وبالتالي هذا الكلام هو نوع من التهرب والإمعان في التهرب من استحقاق 10 مارس. لأجل ذلك يجب الإصرار على قول هذه الكلمة التي تؤلم هذه السلطة التي لا تريد لأي حل سياسي. تكرار كلمة 10 مارس، 10 آذار، هذا مؤلم يبدو لهذه السلطة. أيضا من الملاحظ محاولة القول بأن الكرد في عيوني والكرد جزء من النسيج. هذا التكرار لسلوك بشار الأسد الذي كان يمحق الأكراد في 2004 ويقول الكرد جزء من النسيج. هذا التكرار لخطابات صدام حسين الذي كان يرفض القول بأن أهلنا الأكراد كانوا يسميهم شعبنا الكردي، وكان يقصف شعبه الكردي، بين قوسين شعبه، كان يقصفهم بالكيماوي. أنفى للكرد 183 ألف كردي تم قتلهم. هذا أيضا تكرار لكلام الخميني الذي قال عن الكرد أنهم إخوتنا في الإسلام وأقام حد الحرابة على الكرد. هذا أيضا تكرار للمدرسة التركية التي تقول منذ تسعينات القرن الماضي إلى اللحظة بأن الكرد شيء وحركتهم السياسية شيء آخر، وحركتهم التحررية شيء آخر. هذا الكلام نسمعه دائما. أما القول بأن الكرد لهم ما لهم وعليهم ما، يعني من هذا الكلام المسرحي الإنشائي، أنا في تقديري هذا الكلام خطير، لأنه خطاب تعمية، يبدي تسامح لفظي لكنه لا يعطي أي معنى. هو شيك بلا رصيد لا يمكن صرفه. أين سنصرف هذه الكلمات إن لم نصرفها في الإعلان الدستوري وفي التعاون وفي إدماج الكرد في المؤسسات الحكومية بما يليق بمكانتهم، وليس كما تحدث أنهم يشكلون 15% وإلى ما هنالك. وهذه الإحصاءات هي إحصاءات نعرف من مصدرها. يبدو أن مستشاري السلطة والسلطة تقرأ أردأ ما في الفيسبوك من إحصائيات ومن أمور ملتبسة وتصدرها كأنها حقائق. هذا أمر مؤسف جدا. الكرد أكثرية مكان، بمعنى في كل منطقة تاريخية تخصهم هم أكثرية فيها. هذا لا يعني أبدا أنه هم أكثرية في سوريا، لكنهم أكثرية مكان على الأقل في ديريك وعامودة وكوباني وعفرين وفي القامشلي. هنا يجب التمييز بين خطاب السلطة الذي يدعو إلى حرب كردية عربية، وأن ضابط إيقاع هذه الحرب هي السلطة. بمعنى يعني أنا لا أسمح بحدوث حرب كردية عربية، وأنا أسمح بحدوث حرب. في طول عمر الحركة السياسية والحركة الكردية المسلحة منذ قرن إلى الآن لم يعادي الكرد أيا من مكونات هذه المنطقة، بل على العكس يدعون إلى الإخاء، إلى أخوة الشعوب، إلى التآخي، إلى الديمقراطة، إلى المساواة، إلى المواطنة المتساوية، إلى الكثير من المفردات. مفردات هي إفرازات للحداثة السياسية. فلماذا تأخذنا هذه السلطة إلى حرب وضع العرب في مواجهة الكرد؟ أنا تحدثت في أكثر من مكان دكتور طارق بأن هذا نظام ثنائيات: علوي، سني، مسيحي، مسلم، درزي، بدوي، كردي، عربي. هذه ثنائيات قاتلة إذا وضعت المجتمعات في مواجهة بعض، وشارع مقابل شارع. هذا بالمعنى الحقيقي هو تفكيك للنسيج السوري الضام، النسيج الوطني. هذا هو الأمر المخيف الذي تكرره دائما هذه السلطة. هذا يقودنا إلى السؤال التالي: ماذا لو حدثت حرب عرقية؟ ألن تحدث مجازر تستدعي تدخل دولي، وبالتالي فرض التقسيم بالوسائل، بالقوة، بالوسائل التي لا نريدها؟ ألا يعني كشف سوريا إلى مشكلات وأزمات وأفقارها أكثر وقتل فكرة الاستقرار؟ بس نقطة واحدة في هذا المجال دكتور طارق: العالم اليوم موافق أن لا تكون سوريا ديمقراطية طالما أن السوريين لا يطالبون بالديمقراطية. استبدلوا الديمقراطية بالاستقرار والازدهار. مع هذه السلطة لن يكون حتى هناك استقرار وازدهار، وبالتالي لا ديمقراطية وفوقها لا استقرار وازدهار. وبالتالي نحن نتحدث عن نظام يحوي بداخله كل بذور الحرب الأهلية، وهذا هو مشعر الخطر. يعني أنت أشرت إلى طبيعة وتركيبة هذه السلطة. أعتقد أنه يعني في أقل من سنة، يعني أشهر ربما، آه، تحتاج إلى متابعة وتحليل عميق جدا. يعني ثنائية علوي سني درزي، آه، سني كردي عربي، إضافة إلى أنه هي تركيبية
تركيبيتها تركيبة عجيبة، يعني طورانية سوركية على جهادية تكفيرية على بعثية تشبيحية من بقايا الأسد، وكل هذه البقايا يعني أو الترسبات كلها معادية للهوية الكردية. يعني اليوم مثلا عندما ظهر أحمد شرع ربما لم يظهر كجهادي تكفيري، ظهر كبعثي قومي متطرف ينفي الأرض والجغرافيا والهوية الكردية. هكذا أنا رأيته، إضافة إلى أن السلطة أيضا يعني لديها جانب آخر، وهو جانب التمثيلية الترميزية، يعني تزييف، ترميز المزيف، أنه نأتي بوزير علوي وبوزير سني ووزير درزي ووزير كردي ووزير مسيحي، وثم نقول لك هناك تمثيل، انظروا إلى فلان الفلاني، انظروا إلى فلانة الفلانية، صار في تمثيل. ثم يعني حتى حديثهم عن الأغلبية السنية وحديث كاذب وحديث مخادع. اليوم رأيت يعني كيف أن هذا الأمن العام يهجم على جمهور فريق رياضي يمكن 100% سني ويضربهم بالهراوات، الكبال الرباعية، يعني يعتدي على الناس ويشتم. هذه سلطة وطنية. يعني الآن المكون السني من يعني يقبل يعيش في جحيم هذه الدولة التي كلها حروب أهلية وكلها صراعات ومئات القتلى منذ تسلموا الحكم، مئات القتلى من المكون السني تصل إدلب وحمص والحواضن، يعني من الساحل ومن السويداء ومن شرق الفرات أو حلب. حروب عبثية يقودها رجل لا أعرف يعني ما الذي يخططه أو يضمره لسوريا. زميل شوراش، أنت تحدثت عن أن هناك عملية موضوعية في حلب، هكذا يسوقون ويكررون دائما. الآن يتحدثون عن مسكنة ودير حافر، ويقولون على قوات سوريا الديمقراطية تسحب إلى شرق الفرات، هكذا يقولون، يعني أن تسحب من غرب الفرات. هل يعني يريدون تطهير عرقي للكرد في غرب الفرات، سيما أنه صار في تطهير عرقي في عفرين، تهجير في عفرين، وأيضا في حلب الآن، يعني التكتلات السكانية الكردية الكبيرة؟ أم هل يقصدون أنهم لن يقتربوا من شرق الفرات، وأنه مثل ما نسمع في الإعلام أنه شرق الفرات نفوذ أمريكي والساحل نفوذ روسي وشمال سوريا بما فيها حلب راحت لتركيا بعد يعني تم تثبيت الوجود الكردي فيها، والجنوب يعني جماعة نازلوا عنه لإسرائيل في باريس. هلا السؤال الأساسي: هل يمكن تجنب الحرب في دير حافر مثل الحرب العبثية التي جرت في حلب؟ يمكن بالذهاب إلى تنفيذ اتفاقية 10 مارس. لو أنهم في 4 يناير 4 هذا الشهر كانون تاني وقعوا على ما جرى الاتفاق عليه، لحلت الأمور وأصبحت دير حافر تتبع لدمشق، والقامشلي تتبع لدمشق، تتبع لكن بورق بعقد، وليس بصيغة الإذعان والقوة القاهرة واستخدام الأساليب العسكرية واستخدام المؤامرات وشراء الوقت. أنا باعتقادي أنه الموضوع أكبر من فكرة تطهير عرقي. التطهير العرقي صعب جدا في مواجهة الكرد، ما بيمشي حاله، هذا جهاز معطل. تجري عمليات تطهير عرقي، لكن لا يمكن القضاء على الكرد بهذه الطريقة. يمكن إخضاعهم لفترة مثل ما عم يصير اليوم بحلب، إخضاعهم لفرحة في شوارع مهدمة، والإقرار خروج أهالي الضحايا والقول بأنه الآن أصبحنا محررين ونستطيع أن نفرح. هذه الدعاية الرخيصة إلى أين بدها تأخذ؟ يعني عندما تتمعن في وجوه الناس المتعبة في تلك الأحياء المفقرة التي عانت من حصار طويل، ويتحدثون عن أنفاق كانت معدة أصلا لمواجهات بشار الأسد، لا يمكن أن تحفر هذه الأنفاق خلال يومين وثلاثة. هذه أنفاق راكم حفرها من أجل التصدي لبشار الأسد، وليس للذهاب باتجاه حرب. ولماذا لم يتم استعمالها أصلا؟ هل توجد أنفاق بدون وجود مقاتلين؟ هذا لا معنى له. كان في مقاتلين من وحدات حماية الشعب لأجل التصدي للإيراني والنظام السوري، ولم يعني يعتقد أحد بأنه الولايات المتحدة والضامن الأمريكي قد يفسح المجال لمثل هذه الحرب لولا الذي حدث في باريس. ربما تكون مؤامرة كبرى لا تتكشف خيوطها فيما بعد، تكون. يعني فقط في هذه الجزئية زميل شورش، الإعلام العربي يحاول أن يغطي على ما حدث في باريس، لا يتناوله بالمرة، ويحاول أن يقول أن لا اتفاق وفي ورقة وفي إعلان مبادئ، في لجنة أمنية استخباراتية، تبادل معلومات، تمثيل دبلوماسي،
يعني الجماعة وقعوا اتفاق متكامل، لماذا أنتم تريدون التغطية على هذا الاتفاق؟ يعني حقيقة الجيد في إسرائيل يعني أنه صحافتها تتحدث في كل شيء. تحدثت عن بنود الاتفاق، عن تصوراتها، عن جنوب منزوع السلاح بلا سيادة سورية. لذلك نقول أكثر من يتحدث عن السيادة هو أول من يفرط بالسيادة. يعني اللي صدعوا رؤوسنا بالسيادة على شمال شرق سوريا، وهي سوريا بالمحصلة لم تنسلخ وتصبح دولة مستقلة أو تلحق بدولة أخرى. ابحثوا في الجنوب الذي يجري التفريط فيه. اليوم دورية إسرائيلية في إحدى قرى القنيطرة تفتش الناس. إذا هناك سيادة إسرائيلية على الأراضي السورية. هذا هو الكلام الذي تهرب منه التلفزة العربية ويهرب منه إعلام النظام. مواجهة الحقيقة العارية بأنها ضعيفة في الجنوب، هشة جدا، منطقة منزوعة السلاح رغما عنها، في حين أنها تريد من مناطق شمال شرق سوريا القوى المستقبلية لسوريا أن تكون منزوعة السلاح. كل ذلك لأجل خدمة القيام بأدوار وظيفية. أنا عندي ملاحظة دكتور. في عام 2011 طلب وزير الخارجية التركي آه، داوود أوغلو، طلب من الرئيس السوري بشار الأسد، تحدثوا إلى بعض أنه عالج مشكلة الانتفاضة في سوريا، استوعب الحالة، لا تذهب إلى الخيار العنفي. قال الإيرانيين العكس لنظام بشار الأسد: اذهب للخيار العنفي، اقمع الاحتجاجات. وحدثت الكارثة. لو أن بشار الأسد سمع كلام تركيا وقتها لكان بخير. اليوم هو الدور معكوس. تركيا تقول لأحمد الشرع: لا تذهب إلى الخيارات السلمية، أدب للدروز، اقضي على التطلعات العلوية في المساواة والتمثيل والبحث عن الاحترام والمكانة، اذهب إلى قهر الأكراد وقمعهم. تحدث وزير الخارجية التركي بلغة غاضبة جدا وقال: أنا أعرف قسد، لا تفاوضوها، هي لا تفاوض، هي تأتي فقط بالقوة. هنا كانت النصيحة التي التقطتها سلطة أحمد الشرع، مثل نصيحة الإيراني لبشار الأسد. هذا بداية الخراب والدمار لأي سلطة، أن تسير في مراكمة، يعني أن تدخم دفترها بسجلات سوداء. قهر الأقليات لن يمضي، قهر النساء لن يمضي، قتل الناس لن يمضي. عندما تستريح هذه السلطة من هذه الحروب ستفجر الداخل السني نفسه، ستقهر القوى المتطلعة إلى المساواة، إلى رغيف خبز غير مغمس في العار، إلى ناس تطالب بحقوقها، إلى ناس ترفض أن تخسر ممتلكاتها لأجل أثرياء جدد يعني بدأوا يصعدون من قلب هذه السلطة. المشكلات قادمة في مناطق السلطة نفسها وليس في مناطق شمال شرق سوريا أو في مناطق الدروز. هذه كلها مسائل خطيرة جدا يجب أن تتوقف عليها هذه السلطة، بمعنى أن تتوقف عن الإنصات إلى الغواية التركية. هذه الغواية التركية تقودها باتجاه حرب عبثية مثل حرب إيران في سوريا. هل استفادت إيران؟ دمرت إيران من وراء سوريا ومن وراء لبنان. وعلى تركيا أيضا أن تكون رشيدة في هذا الاتجاه. الكرد يتطلعون إلى علاقات مع أهلهم شمال الحدود، لا يتطلعون إلى إقامة نوع من الدولة الإمبراطورية التي تقوض حدود تركيا. هذه مسألة أنا باعتقادي إذا ما توقفت عليها أنقرة ودمشق فهم ينسحبان إلى فخ. وهذه السلطة، سلطة دمشق، مشهورة بالسقوط بالفخاخ. يعني من فخ إلى فخ، من فخ الساحل إلى فخ سويدة إلى فخ شيخ مقصود، وحاليا إلى فخ دير حافر، ثم بعد ذلك إلى فخ شمال شرق سوريا. ألا تتعب يعني من السقوط في الفخاخ؟ أنا باعتقادي أنه مثل ما كنا نؤكد دائما، هذه السلطة غير مجربة سياسيا. تظن أن السياسة هي تكنيك وظيفي مثل تكنيكات البقاء في إدلب. الموضوع أعقد من ذلك. الخوض في العلاقات الدولية والوطنية أعقد من خيال إدلب. مع كامل الاحترام لإدلب كبقعة جغرافية، إنما أتحدث عن طبيعة حكومة الإنقاذ وحكومة جبهة النصرة في تلك المنطقة. نعم. يعني كأني أقرأ في هذا التحول لدى السلطة في الهجوم الآن على قوات سوريا الديمقراطية وعلى المكون الكردي بشكل واضح وصريح. هو نوع من التهرب أيضا من الفشل إزاء المكون السني. يعني أظن أنها فشلت في ادعاء تمثيل المكون السني، وتعلم بأن هذا المكون محتقن الآن، وهذا المكون غير مرتاح ومتذمر منها. لذلك تلجأ إلى خلق عدو آخر لدى هذا المكون، مثل ما فعلت في الساحل. يعني
العلويين الذين تخلوا عن السلاح وحملوا مساومات وعملوا مصالحات وقالوا نحن نتبرأ من بشار الأسد ونظام بشار الأسد كان يقمعنا، وأنتم الآن شفتم مناطقنا بعيونكم فقر مدقع لا علاقة لنا، لسنا الحاضنة لبشار الأسد نظام بشار الأسد. ما الذي جرى إزاءهم؟ قتلوهم يعني مجازر. علينا دائما أن نتذكر ما جرى. هناك حقائق، يعني آلاف القتلى جلهم أغلبهم مدنيين، يعني الأغلبية ساحقة مدنيين. ثم يعني ما حصل في السويداء ضد المكون الدرزي السوري أيضا، عندما جاءوا من باكو وقعوا مع الإسرائيليين ما صدقوا، يعني شافوا إسرائيليين قال خلاص عندنا ضوء أخضر، هجموا على جزء من شعبهم قتلوا الدروز. الآن هناك خلق عدو آخر وهو الكرد. واعتقد انه يعني حكماء المكون الكبير الاكبر، يعني المكون السني العربي السوري، يعرفون بان هذه السلطه التي تاتي بمرتكبي مجزره التضامن وبقيه المجازر ضد السنه، ايضا نتكلم بشكل واضح. يعني مجزره التضامن طالت مواطنين من المكون السني العربي، وتاتي برجال الاعمال الذين مصانعهم كانت تدور الحديد وتصنع البراميل المتفجره للنظام، ومن ثم يعني عملت معهم تسويات ومصالحات من اجل المال، وذهبت وصالحت روسيا وسلمتها القواعد بشكل رسمي، رغم ان روسيا هي التي قصفت وضربت وصفت ايضا قيادات سلفيه جهاديه الان هم مع احمد الشرع. لا اعلم ماذا موقفهم. يعني هذه السلطه التي تفعل بالمكون السني كل هذه الافاعيل، كيف يعني يتم تمرير هذا الامر على عقلاء والوطنيين ضمن هذا المكون، من ان هناك جهات خارجيه او مكونات تريد ان يعني تقسم سوريا وتاخذ سوريا مثل ما خرج علينا الشرع اليوم بهذه السرديات المكرره الممجوجه. في كتالوج الديكتاتوريات دائما هناك تفتيش في داخل الدولة عن أعداء. يعني لدى صدام حسين، لدى هتلر، لدى موسوليني، لدى ستالين، لدى الكل، لدى الأنظمة الراديكالية الشيوعية مثل كوبا وغيرها. دائما كان يبحثون عن إما رأسمالي أو كردي أو يهودي أو إلى، يعني دائما البحث عن عدو داخلي. بعد التخلص من العدو الداخلي تأتي مرحلة بالذهاب إلى حرب خارجية. الدكتاتورية لا تستطيع أن تستقر، لا تستطيع أن تستقر على حال، وبالتالي تبحث دائما عن أعداء لتتهرب من الاستحقاقات ومن الفشل ومن أن تمنح للناس فرصة التفكير. صار لنا سنة المجتمع السوري السني على وجه التحديد لم يمنح فرصة التفكير في مستقبله، يتم سوقه إعلاميا باتجاه حروب محتملة ضد الدروز وكأن الدروز يمتلكون قنبلة نووية، أو ضد العلويين المجتمع المتعب وكأنهم كلهم فلول، أو ضد الكرد وكأنهم عندهم مشروع لتقسيم سوريا وأخذ خيراتها. الرئيس الشرعي يتحدث، الرئيس الانتقالي يتحدث عن آه، يعني موارد، يعني وصف الجزيرة كجنة عدن. لا يتحدث أنه أصبحنا في إزاء نهر جاف اسمه فقط 50% من طاقته المائية اللي هو نهر الفرات. لا يتحدث عن تراجع السد عن تقديم الطاقة الكهرومائية. لا يتحدث عن الجفاف الحاصل في المنطقة، وعن خسارة بنوك البذور في المنطقة، عن الزراعة المضروبة في هذه المناطق. لا يتحدث عن الواجبات التي يجب أن تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية من توفير أمن ومستلزمات أساسية، رمق الحياة على الأقل. لا يرى في هذه المنطقة سوى الكثير من الأموال وصفر شعب. لا يرى البيئة الاقتصادية المدمرة في تلك المناطق. لا يوجد مصنع واحد في كل الجزيرة تركته لنا سلطة البحث. ولم تسمح الحرب التركية على شمال شرق سوريا، وحرب داعش، ثم حرب الحرس الجمهوري، والآن حرب سلطة الشرع على هذه المنطقة بإفساح المجال لتنمية هذه المنطقة بشكل رشيد. البحث عن عدو هو مسألة أساسية في وجدان الأنظمة الدكتاتورية أو الشمولية أو الثيوقراطية. دائما تبحث عن عدو. هذه الصيغة المتعبة ستدفع السنة في لحظة ما، إذا تم التخلص لا سمح الله من هذا الصداع الذي يؤرق هذه السلطة اللي اسمه الأقليات والقوميات، الآخر السوري المختلف، إذا جرى التخلص منهم يعني
يبدأ بالتفكير في رؤوس السنة بما يفكر السني. هل هو علماني، ليبرالي، صوفي، أشعري، ماتوريدي، سلفي جهادي، ولا سلفي علماني؟ ستبدأ رحلة البحث داخل العقل السني، وهذا خطر كبير. اليوم المجتمع السوري مشدود تحت وطأة الضغط الإعلامي الكبير، الدعم الإعلامي الكبير لهذه السلطة. هذا الضغط الإعلامي لا يسمح للناس أن تفكر. معارضين كانوا يعارضون دكتاتورية الأسد أصبحوا يرضون اليوم باللافتات حتى. لا يوجد فتات حتى. لا 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 لماذا هذا يوجد. التحول المخيف؟ مقيمون كلهم خارج سوريا يعني ايضا، مخيف. ليسوا داخل سوريا لنقل انهم يعني في فقر مدقع واغدقت عليهم السلطه الرواتب والدولارات. هم خارج سوريا متنعمون هم واهلهم، لكن طيب، يعني يطالبوا يكتبون على تكون الأقل ولو النغطه. شكليا بالمواطنة المتساوية أو الديمقراطية، يعني ليطالبوا بأساسيات كانوا ينادوا بها زمن البعث، زمن إعلان دمشق وربيع دمشق، في كتاباتهم ومقالاتهم، ليكونوا مخلصين إلى ما كتبوه. يعني لا يمكن أن، يعني مو يمكن للبعث أن يكوع، لرجل السلطة السابق أن يكوع، لكن المعارض لماذا يكوع عن مبادئه؟ هذا هو الأمر المخيف دكتور طارق. هذا هو الأمر. ربما المبادئ في البدايه كانت مزيفه ولم تكن حقيقيه. زميل شورش، محاوله اثاره الفتنه بين الكرد والعرب ليس فقط في داخل سوريا، ايضا في عموم الاقليم. هذا شغل كبير. أنا باعتقادي ليس وليد يعني اللحظة أو لحظة الشيخ مقصود. في شغل بتقديري في دول إقليمية تسعى للإيقاع بين الكرد والعرب، والعلاقة الكردية العربية العميقة في التاريخ. ما عم نحكي رومانسيات، لا، عنا دراسات وكتب تؤكد هذا الشيء، عن تحالفات قبلية كردية عربية إيزيدية مسلمة في مناطق الجزيرة، وفي العراق في حوض الموصل، وفي مناطق كركوك وغيرها يعني. وبالتالي هناك أواصر اجتماعية نسميها في لهجة أهل الجزيرة خالو خوارزي، خالو بنخت. هذه العلاقة، علاقة الكريف، يعني علاقات اجتماعية لا يمكن تفسيرها سوى أنها النبض الحقيقي لحياة الناس. لماذا يجري تحطيمها اليوم وخلق ثنائيات، كردي في مواجهة عربي أو عربي في مواجهة كردي؟ هذا اللغم يجب أن لا تدعس عليه سوريا. يعني هذا سيحطم سوريا بمعنى الكلمة. يعني لن نجد أي مبرر في حال أصبحت الحرب تأخذ منحى عنصري، منحى قومي. حرب قومية ضد قومية هو حرب الهوتو والتوتسي في راوندا، لكنها ليست حرب الكرد والعرب، ولا الكرد والأتراك، ولا الكرد والفرس أو الأذريين. وبالتالي من يصنع هذا الفخ أنا باعتقادي يحاول أن يهرب من استحقاق اسمه أن الشرق الأوسط سيتغير. ستغير باتجاه المواطنة المتساوية والشراكات العابرة للحدود بين إنصاف الإثنيات والطوائف والقوميات. هذا مشروع كبير اسمه مشروع تحول الشرق الأوسط، بعد أن شاهدنا ضعف النظام الثيوقراطي اللي كان بيتحكم بأربع خمس عواصم على الماشي، النظام الإيراني، وبعد هوان النظام التركي الذي كان يعني يتلاعب في المنطقة من مصر مرسي إلى ليبيا إلى السودان، ويقيم قواعد عسكرية على طول البحر الأحمر، ويتحكم في سوريا والعراق في وقت واحد، ويتحكم في المقدرات المائية. الآن نجده ينكفئ أكثر. إذا أنا باعتقادي هذه الغمة، الأزمة التي تعدي على المنطقة، لست متفائل، طبيعتي متشائم يعني دكتور طارق، يعني نتبادل في ذلك الصفة المشتركة بيني وبينك. لكن مؤمنين أنه المنطقة على سكة تغيير كبرى، قد يطول الزمان، قد تكون هناك قوى اعتراضية ترفض الإقرار بفكرة أن المنطقة ستتغير باتجاه العدالة والمساواة، وقف الشحن الطائفي والإثني. لكن يبدو أننا في المرحلة التي يجب أن تقطعها المنطقة، مرحلة استنفاذ الكراهيات. يعني طالعوا اللي بصدركم هلا حاليا، وبعد فترة ستثبت الوقائع بأننا ذاهبون إلى عصر آخر. أنا خايف أنه تكون الفاتورة ثقيلة بس. نعم. آه، الملف التركي، عملية السلام داخل تركيا، الحوار الحاصل، يعني ما يفعله هاكان فيدان اليوم من هذا اللعب الخطير بالنار التي ربما يعني تشعل كل المنطقة، آه، يخبرنا بأن العملية في تركيا في خطر. وأيضا ما يفعله هاكان فيدان يخبرنا بأن دولة تركيا غير جادة، سيما وأنت أشرت إلى فشل مشاريعها الميثاق الملي والوطن الأزرق والعثمانية الجديدة.
وأنه إسرائيل ما زالت هي إسرائيل. يعني ما زال هناك تقرير ناقل الذي يصف تركيا بأنها التهديد القادم، والعقيدة الإسرائيلية المؤسسة ترى تركيا هي الخطر، وزادت الميزانية 5 مليار لمجابهة تركيا. وهناك يعني تحالف مع اليونان وقبرص، وإقامة منصات صواريخ هناك، ومنع تركيا من الحصول على طائرات اف 35. كل هذه مؤشرات بأن الهدف القادم تركيا. وهم يعني استوعبوا الدرس، أو نحن ظنينا أنهم استوعبوا الدرس. ذهبوا إلى سيد وجلان وقالوا له لنحل القضية الكردية هناك مخاطر، والسيد وجلان كان واضح جدا، قال طبعا مخاطر كبيرة، وإمكانية أن تتقسم تركيا وتذهبون لي يعني إلى تنزوون في الأناضول بعد أن ترتكبوا مجازر 50 غزة بالشعب الكردي. يعني مجازر زائد تقسيم و يعني انكماش إلى الأناضول مثل ما قال السيد وجلال. طيب، ما الذي تغير الآن لتحدث كل هذه الانتكاسة؟ ولماذا يعني كان فيدان هو الذي يسير دفة السياسة بهذا الشكل في تركيا؟ عندنا 3 دقائق، تفضل. أنا باعتقادي وباختصار دكتور أنه في أزمة سياسة كبرى داخل تركيا، أزمة رسم استراتيجيات. كل الاستراتيجيات التي رسمت خلال الفترة الماضية انهارت مع 7 أكتوبر، مع علو كعب إسرائيل في المنطقة، مع انهيار إيران بهذا الشكل الدرامي الحزين جدا. نظام إمبراطورية الحرس الثوري تتهاوى في المنطقة وتصل إلى منطقة الدفاع عن نفسها في العاصمة وفي كرمنشاه وفي الحواضر الفارسية والكردية والأزرية والعربية في إيران. هذا الانكفاء تشاهده تركيا أمام عينها. هي ترى أطياف إيران تسري فوق تركيا. هذا سيناريو مخيف بالنسبة لتركيا، وسيناريو قد يدفعها إلى اختيار سياسات خاطئة، لأنه الخائف يرتكب سياسات خاطئة في كثير من الأحيان. أنا أثق بأن هناك في تركيا أناس عميقون جدا، يعني بحجم المسؤولية، بغض النظر عن الناس الغاضبين والذين يعتقدون بأن القوة هي القوة. تركيا دولة صحيح لديها الكثير من النجاحات، لكن إلى الآن، إلى اللحظة دكتور طارق، وأنت مراقب للتاريخ التركي، لا يوجد لدينا سبب واحد دفع تركيا للاصطفاف مع ألمانيا في الحرب العالمية الأولى. لا يوجد ولا سبب علمي. في بعض الأحيان في تاريخ تركيا الذي تقرأه، أحيانا لا تفسر بعض الأشياء سوى أنها نزوات حكام. عداء الكرد الآن في هذه اللحظة التي تعاني فيه تركيا من حصار في القبرص واليونان وإسرائيل من ناحية، أرمينيا وأذربيجان وطريق السلام الذي قام به ترامب، تماسك الكرد في من سليمانية إلى كوباني. كل هذه الأوضاع، وتركيا تصر أنه يمكن تغيير كل شيء من خلال التحالف مع قوى جديدة في المنطقة. هذا يذكر بتحالفاتها خلال الحرب العالمية الأولى والخسارة الكبرى التي أفضت إلى انهيار امبراطورية آل عثمان. إذا أنا بتقديري أنه اللي حاصل حاليا هو نوع من يعني الاضطراب الداخلي في السياسة التركية. سيبقى هكافي الرجل تركيا القوي، بيديه الكثير من الملفات، هو رجل حاد الذكاء طبعا، هو لديه مهارات وقدرات، هذا لا يعني التقليل من شأنه، لكن السياسة التي ينتهجها منها أبعد من سياسة أنور وطلعت وجمال باشا في جماعة الاتحاد والترقي. هذا السيناريو مخيف لتركيا ولنا ككرد، ومخيف لسوريا، ومخيف لعموم المنطقة أن تنفجر صراعات وتغزن المنطقة بتعبير أوجلان، أن يصبح لدينا 50 غزة في المنطقة، ويدفع الكرد والترك والعرب فاتورة لم يكن ليدفعوها لو أنهم ذهبوا إلى الطاولة، يعني متساوية الأضلاع وبها كراسي على عدد ممثلي هذه القوميات. نعم. يعني السيد وجلان وضعهم أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية وإنسانية كبيرة جدا، وهي عفوا لها. دكتور طارق، هو تحدث، أنا قرأت خطاب أوجلان، خطاباته الأخيرة، يؤكد دائما آه، على فكرة أساسية أنه ستتعرض عملية السلام للكثير من الاهتزاز، لكنها ستبقى صامدة. يعني هذا اليقين ببقاء العملية، أنا أعول على هذه الناحية، أنه لازم تبقى عملية السلام على قيد الحياة، رغم ما حصل في شيخ مقصود، رغم البربرية الحاصلة في مناطق أخرى داخل سوريا، رغم مسيرات بيرقدار وأكينجي وغيرها التي تحلق فوق رؤوس الكرد. رغم ذلك يجب الحفاظ أو التمسك بورقتين: ورقة 27 شباط مبادرة أوجلان في تركيا، وورقة 10 مارس التي وقعها مظلومات. نعم. هاتان ورقتان لا يجب أن تسقطا من يد الكرد.
نعم، وكل ذلك ليوقف سفك الدم الكردي والعربي والتركي. الزميل شريش درويش، شكرا جزيلا لك. جزيل الشكر دكتور. تحية. مع السلامة. يا هلا.